والله طعمه جامد. Give me a parachute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بعيال، اخباركم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله طيبين. معكم عبوش من قناة مونتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد في القناة، فيديو عبارة كيف تصنع مشروب خاص فيك. فانا بعلمكم كيف تصنعون مشروبات كويسة وان شاء الله يكون طعمها حلو، واللي بيحكم عليها كسر اخوي من ورا الكاميرا. في هذه الحلقة راح اسوي 5 مشروبات، وكل واحد منكم يصنع المشروب اللي هو يبيه، او بالعربي يعني يحس طعمه حلو. في نهاية الحلقة راح اعلمكم وش هو افضل مشروب صنعناه في هذه الحلقة، عشان انتم تسوونه وتجربونه وتقولوا لي رايكم بالكومنت. اهم شيء في صنع المشروبات اللي هو هذا قوالب الثلج. قوالب الثلج هذه راح تفهمون ليش انا قلت انه اهم شيء. المشروب الاول، شوفوا بهذه الطريقه تسوونها، ها يعني تملون كذا. طبعا زي ما انتم شايفين حبيت توت، نحط عليه هذا الشيء اللي هو بلو بيري، ونحاول تكون بهذه الطريقة. طبعا إذا خلصنا نضيف عليها موية، وأهم شيء الموية يغطيها بهذا الشكل. الحين إن شاء الله راح أثلجها وأرجع لكم من جديد. نحط قطع الثلج كذا، طبعا شفتوا كيف قطع الثلج صارت. طبعا نحط معها سفن. واو، طبعا المشروب الثاني يحتاج توت ازرق زي ما انتم شايفين، التوت الاحمر معه، ونحاول نغطيه. حطينا البلو بيري مع التوت بهذا الشكل، واهم شيء المويه تغطيه. المشروب الثاني راح نحتاج معه اللي هو صوص الفراولة. تحط القدر اللي انت بيه. شوف انا ايش حطيت كذا، نحط مع قطع الثلج. هذا المشروب احس اني ابى ادمنه، الريد بول. كذا جاهز المشروب الثاني، ونحطه جنب المشروب الاول. المشروب الثالث نحتاج اوريو كذا مكسر، ونحتاج حليب بهذه الطريقة. طبعا المشروب الثالث راح احتاج معه صوص الكراميل اللي هو هذا. طبعا انا حطيت صوص الكراميل عشان اتوقع طعمه بيصير احلى مع الاوريو والحليب. فانت حط المقدار اللي انت بيه. حطيت كذا، نقوم نحط قطع الحليب مع الاوريو المجمدة، ونضيف عليه الحليب. هذا المشروب اتوقع انه صحي. وهذا المشروب الثالث جاهز معنا. المشروب الرابع نحط توت، نحط معه. طبعا المشروب هذا مو زي المشروبات اللي قبل نحط معها مويه، هذا راح نحط معه كاديه ازرق. طبعا المشروب الرابع شوفوا كيف. طبعا هذا المشروب نحط معه الكاديه الازرق ولا سفن، انا اخترت الكاديه الازرق. واتوقع هذا المشروب لذيذ مره مره مره. طبعا اتوقع المشروب الخامس هذا محبوب عند الكل، ما ادري ليه. نحط قطع فراولة، ونحط نعناع، المشروب الاخير اتوقع كلكم تعرفونه، راح احط معه صوص الفراولة، وراح احط معه قطع الفراولة المثلجة والنعناع، وراح اضيف عليه الليمون، وراح اضيف عليه الكودرد. But my hope will
طبعا جاء الحين وقت تجربة المشروبات. قلت لكم انه الحكم راح يكون فيصل اخوي، بس فيصل اخوي هذا الوقت نايم. هنبدا بالمشروب الاول. وقت تجربتي للمشروبات راح اعطيه لايك او ديسلايك. اذا اعطيته لايك انصحكم تجربته، واذا اعطيته ديسلايك اقول لكم انتبهوا من هذا المشروب. المشروب الاول المشروب الاول اعطيه ديسلايك، والسبب لأن طعم السفن نفسه ما تغير، فيحتاج هذا صوص فراولة. إذا حطيته مع صوص فراولة راح يكون لذيذ. الحين نجرب المشروب الثاني. المشروب الثاني ريد بول. أنا حطيت ريد بول، فأنت بكيفك حط اللي تبيه، حط المشروب اللي يناسبك. أنا حطيت ريد بول لأني في المشروب الثاني حطيت كودريد، فنجرب المشروب وأعطيكم رأيي فيه. لذيذ لذيذ. المشروب الثاني اعطيه لايك. المشروب الثالث اتوقع انه صحي شوي لانه حليب واوريو وصوص كراميل. ما ادري، ندوق الحين. المشروب الثالث اعطيه ديسلايك. وصلنا الحين للمشروب اللي قبل الاخير اللي هو المشروب الرابع، وانا صراحه متحمس له. الكاديه مع البلو بيري والريد بيري. صراحة طعم الكاديه فيه يعني ما تغير، فإذا بتضيفون عليه صوص فراولة أتوقع بيطلع طعمه حلو. طبعا المشروب الرابع طعم الكاديه نفسه ما تغير، فراح أعطيه ديسلايك. وصلنا للمشروب الأخير. المشروب هذا ما في أحد ما قد جربه، أغلبكم مجربينه. كودريد مع صوص الفراولة وقطع الفراولة والليمون والنعناع. صراحة طعم جدا جامد. هذا المشروب لايك. يوم خلصنا من تقييم جميع المشروبات راح اعطيكم المشروب اللي مرة طعمه خرافي. المشروب اللي طعمه خرافي هو المشروب الثاني. انصحكم كلكم تجربونه. اتمنى ان المقطع عجبكم. لا تضغط زر لايك. اذا انت مشترك بالقناة تشترك بالقناة. حساباتي طالعة قدامكم. اتمنى تضيفوني على سناب شات وانستغرام لان الحلقة الجاية تعتمد عليكم انتم. لا تنسون تتابعوني هناك. كان معكم عبوش من قناة وانتيد. السلام عليكم.